ايه رايك في يعني في الاجهزه مقارنه بالحقن؟ يعني احقن سكين بوستر وكولاجين ستيميوليتنج ماتيريالز، ولا اعمل مايكرو نيدلينج، او ان انا اعمل ديفايسز من الديفايسز اللي موجوده؟ الاثنين اوبشنز مساعده والاثنين كويسين، و sometimes we combine both together و different age different problems. يعني مثلا لو واحده جايه بتقول لي بورز، انا عندي مشاكل في البورز او المسام بتاعتي واسعه، فاكيد دي مش هروح اعمل سكين بوستر هقول لها هيحسن لك البورز لان ده part of الاناتومي. فمثلا بس ممكن العب عليها مثلا بالفراكشنال ار اف، ممكن العب عليها مع اللونج تيرم بالفراكشنال العادي لو هي عندها المساحه بتاعه الوقت انها تقعد في البيت كاونت داون. مثلا لو حد تاني عنده هي مش عايزه تحقن or whatsoever، ممكن اعمل ليفتنج بالاندو ليفت or whatsoever. I don't have to go for ان انا اجو اصلا في الارا بتاعه الكالسيوم، او هي ممكن تبقى مش كانديديت للكالسيوم او للحقن بتاعه البويلاكتيك اسيد كليفتنج. بيجيلك ستات تقول لك انا اعملي لي اي حاجه الا ان انت تحقني لي ماده غريبه جوه جسمي. بتقولي لهم ايه؟ بص انا بيبقى عندي فضول الاول ابقى فاهمه واي، وببقى understanding. يعني انا عامه حد بطبعي يعني ما عنديش حته ان انا هقنع اللي قدامي لا انت لازم تعمل ولازم تثق في الفيلرز. نو اذا انت ما عندكش النوليدج دي ومش مرتاح I will not push you. بس ممكن أوضح حاجات معينة لو المخاوف ليها دعوة مثلا بفير حاجة معينة أو خوفا من حاجة معينة هوضحها، بس I don't push خالص.